السلام عليكم ورحمة الله. علاقة بموضوع هذه رباعية الخيام اللي هي تنعني بها بعض المركزيات النقابية في التعليم، في قطاع التعليم، ماشي في جميع القطاعات، في قطاع التعليم. وعلاش تنهضر عليها؟ لأنه ظلموا هذاك المدير الإقليمي. غادي نجيكم من المربط الفرس. شنو هو الإشكال اللي وقع على المستوى الوطني؟ النقابات ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هذاك النظام الأساسي إلا مشى بتبعوا النقابات، سيعصف بالنقابات. إلا تلغى هذاك النظام الأساسي أو غير التغييرات فيه أو تعدلات فيه 71 ولا 80%، سيعصف بالنقابات التعليمية على المستوى الوطني. لماذا؟ لأنه هاد الأعداد ديال النساء ورجال التعليم، هاد الشابات والشباب، راه ماشي صحابكم هما يعني ما دافعوش أو وقعوا على النظام الأساسي يعني حبا في المدرسة العمومية ولا حبا في نساء ورجال التعليم. لا، لأنه موقعين عليه على أساس أنه غادي يقبلوه نساء ورجال التعليم، وغادي يبقاو هما مسيطرين على اللجان الثنائية، على المؤسسات، على الأعمال الاجتماعية، على واحد المجموعة ديال الأمور. عندكم تصور لكم بأنه هاد الناس راه مشاو وقعوا مع الوزارة غير حبا في الوزارة، لا، حبا في مصالحهم الشخصية وفي الريع على جميع المستويات. لأنه هاد التنسيقيات باش يطالبوا ديمقراطية جميع المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية والتكوين، وعندما تتم ديمقراطيتها هاد النقابات غادي يمشيو لمزبلة التاريخ، ما غيصوت عليهم حتى شي واحد على من تيجي التمثيلية ديال هاد النقابات من التصويت. ولكن شكون اللي غادي يتكرفس مزيان؟ دوك دوك الناس مساكن اللي كانوا تابعين الناقة، دوك اللي كانوا تابعين الناقة، ما مستافدين ولا يحزنون. ولكن دروكا هاد الناس اللي داروا علاش يرجعوا شي شويه، دار واحد دوز ابارتمون، او كاين فيهم شي واحد اللي شرا شي ضيعه ولا شي بقعه ارضيه فيها شي 5000 متر في النواحي ولا كذا، تنهضر على المستوى الوطني، او اللي دار شي مشاريع وبغى يدير تقاعد نسبي وكذا، عرف بانه غادي يمشي ليه الريع التربوي التفرغ وداكشي. خاصكم تشوفوا هذه المساله الاخوات والاخوان مزيان. ها مناش خايفين هاد الرباعيات ولا السداسيات، نسميهم سداسيات القياطن. انا لله وانا راجعون. راه الطبانتيت ديالهم راه ما وقفاش فقط في النظام الاساسي، لانهم عارفين الا مشى النظام الاساسي سيعصفوا بهم حتى هما، غادي يجرهم معاهم. لانه كما يقول المثل الشعبي، المغتب ديال الناس عريان، غير يمشي النظام الاساسي بيتعروا. لانهم الان اصبحوا لا يمثلون الا انفسهم، وماشي انا مخصم معاهم، لا، تنهضر يعني اصف الواقع كما هو، اصف الواقع كما هو بمعرفة الاسباب. جو بارل اون كونيسونس دو كوز. الاخوات والاخوان المحترمات والمحترمين، هذا هو الواقع. راه كاينه، راه هذا منعطف. راه شوف، راه الا اللي بغى يدير راسو في الرمله بحال النعامه، منعطف. ودوام الحال من المحال والدوام لله. راه حتى هما هادو اللي جاوا واللي قبل منهم راه جاوا في منعطفات تاريخيه معينه. واش غادي يبقاو ديما؟ واش هاد الشباب، راه هاد الشباب راه جاي، ولكل زمان رجالاته ونساؤه. واش غادي هاد الحتميه التاريخيه غادي نكونوا حنا ضدها؟ ما يمكنش هذه حتميه تاريخيه. غير الا باقيين هما تيحلموا ويتمسكون بخيوط الدخان. هادو راه صافي 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 الى زوال. وهذا الشباب هو اللي غادي يبني المغرب المستقبل. هادو راه صافي، هاد الشيوخ الله يعاوننا ويعاونهم. راه صافي، راه ماشي لانهم هما ولا القوات الوزراء ولا القوات النقابات، هذا راه حتميه تاريخيه، هذا راه التاريخ. هذا راه التغيير راه ما يمكنش.
وراه هذه المسائل يعني صحيه بالنسبه للمجتمع المغربي والدوله المغربيه. راه هذوما اللي غادي يبنيو المستقبل ديال المغرب. نهار توفر الشروط راه واهلين فين غادي يقفزوا بالمغرب. راه الاساس هما نساء ورجال التعليم في جميع الدول، وتنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله، لا هما ولا الحكومه ولا الدوله. فين هو المشكل؟ وراه غادي توجد الحل ان شاء الله. ولكن هادو الرباعيات زوينه، هاد الرباعيات يتصلوا بي الاخوات والاخوان تيقول لي والله استاذ الى هاد الرباعيات الا جبتيها في محله، والله الا في محله. وراه نعاود نقول راه ما بيني وبين هاد الاخوات والاخوان اللي منخرطين في هاد الرباعيات حتى مشكل، راه خواتاتي وخوتي، ولكن يسمحوا لي لقد تجاوزهن وتجاوزهم التاريخ، اسمحوا لي، لانهم عارفين اش جاي من بعد يمشي النظام الاساسي ومن بعد يكون الاستقرار. والله هادو ما باو هادو تنعرف اش تنقول، والله ما باو هذا المشكل يتحل، ما حد هذا المشكل ما تحل باقي بغا يستافدوا من شي ولايه اخرى في اللجان الثنائيه. راه هاد الناس هادو وسيرتو هاد الشباب هاد الشباب ديال النساء ورجال التعليم هاد 160,000، راه لا اعتقد انهم غادي يبغيو يستافدوا من الريال. عرفتي علاش ما غاديش عارفين هما ما يمكنش شي واحد يستافد من الريع، لان كلشي غادي ينوض ينتفض ويغوت، لانه ما فيهمش اللي تابع الناقه. علاش؟ لانه انا تنهضر كمسؤول في المرصد، وكي قلت جو بارل اون كونيسونس دو كوز. هاد الناس القدام كانوا صابرين مساكن، لا نساء ورجال التعليم صابرين وقانعين، وتيصوتوا على هادوك، تيطلعوا لمؤسسات الاعمال الاجتماعيه وكذا، وتيتمثلوا في واحد المجموعه ديال المؤسسات اخرى وتيستافدوا من الريع، والاخرين مساكن تيصوتوا كل حزب بما لديهم فرحون. تيقول هذا غادي يهضر مع، غادي يدافع عليا لو وقع لي مشكل مع شي مدير ولا مع مدير اقليمي ولا مع شي زميل، ولا وقع لي شي مشكل مع شي اب ولا شي ام ولا كذا، غادي يجيو يدافعوا عليا وغادي يمشيو كذا وغادي يمشيو داكشي ديال التضامن الجامعي والمؤسسه ديال الاعمال الاجتماعي. وعلى ديك المؤسسه الاجتماعيه غادي نرجعوا لهذوك البان ديال اللي في مراكش اللي عمروا دوزوا اكثر من غادي ل 30 سنه وتيبيعوا في ذاك الهري في ثانويات الزهراء ودايرين ديك المؤسسه. الحمد لله دروكا جا هذا الزلزال هيا بعدا ولاو ساكنين فيها الناس، الحمد لله والشكر لله، ما باقي يستافدوا منها ولا والو هذه المده حتى يوجدوا للسكنيات الناس المتضررات والمتضررين من الزلزال. تنحمدوك وتنشكرك يا سيدي ربي، الحمد لله. وما والله لا تفرقنا على هذيك قال لك مؤسسه راه جمعيات الاعمال الاجتماعيه البانديه، وشكون اللي تيساندهم؟ هاد رباعيات الخيام تا هما مستافدين معاهم من ذاك الريع، شادين مرافق عموميه وشادين واحد العقار مهم جدا، واحد السق عقاري مهم جدا، وتيستغلوه لا في هذاك يعني هذيك المبيت إقامة المدرس ولا هذاك الهري ديال ثانويات الزهراء. راه هادو راه عارفين بأن جايهم العاصفة، لأن هادشي كلشي تيدوز في إطار الانتخابات. شكون اللي غيصوتوا عليهم باقي؟ شكون اللي غيتبعهم؟ والتصدعات واقع عليهم داخل المركزيات النقابية اللي تابعة للتعليم. راه ماشي المشكل، بقى خصكم تفهموا مناش خايفين هاد الناس، بيمشي ليهم تمشي البزوله بغات تمشي، بيديوها هاد الشباب، ماشي بيديوها باش لا باش يحلبوها، لا غير بيحيدها عليهم وبيمشيو لدمرق سميتو ديمقراطات جميع المؤسسات، وما غاديش يستافدوا من الريع، لانه ما غاديش يخليوهم الزملاء ديالهم يستافدوا من الريع. وحتى الوزاره اللي جايه وكذا غتولي حتى هي بالمستوى ديال هاد الشباب، غادي تولي مسائل ديمقراطيه والشفافيه والنزاهه غادي يفرضها الواقع اللي جاي. راه التاريخ هذا، راه التاريخ، راه تحول هذا تاريخي. هذا منعطف مهم بالنسبه للدوله المغربيه، لانه امتى تيكون واحد الفئه تستبدل كانت الفئه اخرى خانعه وساكته. هادشي هو اللي وقع لواحد المجموعه ديال الاجيال، كانت خانعه وكانت واحد الفئه ديال البانديات تستافدوا صافي من الريع، وداروا علاش يرجعوا ونقلوا عيالاتهم، دخلوهم وردوهم كاع فائضات وردوهم اشباح مقنعه او كذا، واستافدوا وهما واحد 15 عام ولا 20 عام وهما في التفرغ
ظلما وعدوانا لا